السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. المرة دي أنا بعمل فيديو مش محتاج حاجة أقولها للناس، اعمل اشتراك ولا دعم للصفحة. مش مشكلة الصفحة تغور في داهية، تدعم ما تدعمش مش مشكلة عادي. جاي أحكي لكم عن تجربتي مع حمى الضنك. أكيد كثير من الناس يعرفها، خاصة اللي موجود هنا في السعودية. حمى الضنك يعني مشهورة شوية. أنا من يوم الأربعاء اللي فات يعني حسيت بجسمي متكسر ومش قادر أحمل على الأرض، وصداع دايما، بس حرارة ما كانش فيه. المهم كنت أخد بنادول يعني تخف نص ساعة ساعة. هذا الموضوع أنا قلت عادي، ما بحبش إن أنا يعني أطير على المستشفيات أكشف وكده. المهم الأربعاء الخميس الجمعة برضو الجسم تعبان حاسس بيه. جاء بقى يوم السبت اللي فات في الأسبوع اللي احنا فيه ده. ليلة السبت دي أعتبر ما نمتش فيها يعني الواحد تتقلب الليل كله، حاسس نفسك إن أنت جسمك مهدود، لكن واحد دايس على أي عليك كده، أو يعني حياة غريبة ما يحسهاش إلا اللي جربها. وربنا إن شاء الله ما يوريكم وحش، لا فيكم ولا في عيالكم ولا في أهلكم بإذن الله. المهم جيت السبت الصبح على الشغل، رحت طالع على المستشفى على طول جنب الشغل المستشفى. رحت الحرارة ابتدت تزيد، 38 39 حرارة عالية يعني. حط جسمي ولا يدي على وشي كده نار جهنم. المهم أخذوا تحاليل، حلقوا لي محلول ومسكن للحرارة وكده، تمام. اديت الدكتورة بتقول له انت عندك حمى الضنك. اصلا انا كنت عارف يعني، حاسس بيها عادي، ما اتفاجأتش ولا حاجة، عادي يعني. طيب ماشي، حمى الضنك عادي، قاعد هتنوم معانا، اسمها هنا في السعودية تنويم يعني. تنويم قلت مش مشكلة تنويم، الرعاية أحسن برضه. من يوم السبت لحد الآن أقسم بالله حياة فظيعة يعني. حرارة يعني، وصداع ما يعلم بها ربنا. أنا بكلمكم دلوقتي عشان بس كان لسه واخد محلول مهدئ وكده، مهدئ للصداع والحرارة وكده، مسكن يعني، ويديني لبوس برضو، تمام. زي ما انتوا شايفين هذا انا طبعا محلول اهو. يعني انا بصراحة ربنا يعني تعبت من قعدة السرير، وقلت اقعد شوية على الكرسي كده ارتاح شوية. يعني الواحد لما يكون برضو قاعد شوية هنا وشوية هنا حالي يمشي يعني. المهم تمام. انا عايز الناس كلها بس يعني يا ريت يعني دعوة لأي حد، مش مشكلة، انا عادي اي حد غريب زي ما انا بشوف في فيديوهات الناس يعني تطلب دعوة لأي حد، والله الواحد بيديلها من قلبه إن ربنا يشفينا ويشفي كل مريض. ولما انت تجيلك حاجة دي تكسير في الجسم وصداع دايم وتحس نفسك كده الجسم بتاعك مش قادر يحمل الأرض، أيوة اكشف. نصيحة مني لك، الحق الموضوع في الأول. أنا خلت الموضوع عدى 3 أيام أو حاجة يعني. لما تلحق الموضوع في الأول يديك مسكنات، يديك حياة يعني تبقى أحسن.
وربنا إن شاء الله ما يورينا وحش فيكم ولا نشوف وحش في أي حد. أنا عايز أعرف بس يعني هو الموضوع بيعدي والله، محدش يخاف من المرض يعني زي ما بيقولوا اللي بيعملوا أي حد بيحصل له حاجة أو أي شيء من عند الله، وبعدين ده قضاء وقدر يعني. و... وكل جسم أكيد وليه زكاته. يعني الواحد المرض ده تعب ده بيشيل عنك حاجة والحاجة التانية برضه، وربنا بيختبر البني آدم الصبر بتاعه والتحمل، ويقدر يتحمل يقدر. وإن شاء الله بإذن الله ما نشوف أي وحش فيكم ولا في أي حد نعرفه. السلام عليكم.